السلام عليكم. اليوم غتشوفوا معايا واحد الكيك غزاله كيعشقوها الصغير والكبير، الكيك ديال الحامض. وهذا وقته دابا موجود الحامض عندنا، وفيه تبارك الله الماء. غنشوفوا العناصر مناش كتكون والمراحل خطوه بخطوه باش ينجح معنا هذا الكيك ويجي مفشفش من الداخل ويجي زوين ويجي تبارك الله ضاحك. اذا غنشوفوا المقادير، اول حاجه عندي 3 البيضات، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الحامض او حامضه معصره، كاس ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، عندي 250 غرام ديال الفورص او الدقيق الابيض اللين، جوج خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام، عندي واحد البول فاش كنخدم، عندي واحد المعلقه كبيره ديال مربى المشمش، والمحكوك ديال الحامضه، هذيك الحامضه اللي خديت حكيت ليها القشره ديالها وعصرتها خليتها على جنب. وواحد المول فاش غادي نخدم، انا اختاريت هذا المول على شكل مستطيل، نتوما عندكم حريه الاختيار، تستعملوا اي مول عندكم، تقدروا تستعملوا هاد العناصر هذه او هاد المقادير حتى في لي كاب كيك غتجي زوين. المهم تبعوا معايا مرحله بمرحله وما تستهنوش بها، ما تقولوش غادي غير نوض ونوجد الكيك ديال الحامض ولا اي كيك وغادي تصدق معايا. اذا غنشوفوا الطريقه بالضبط، مع العلم انني درت الفران كيسخن، يعني قبل ما نبدا كندير الفران يسخن. الكيكه اهم شيء باش ما تنزلش ليك او ما تطيحش ليك، خاص يكون الفرن يكون سخون، كنديرها في فران سخون. اذا غنبداو على بركه الله، تبعوا معايا الخطوات. اول شيء نديروا البيض، 3 البيضات في البول، كنضيفوا قبيصه ديال الملح، وداك الكاس اللي عندنا ديال السكر سنيده او السكر حبيبات على هذا الشكل كنضيفوه، وكنطربوا باستعمال الخلاط الكهربائي او الميكسور، ما كنستعملوش يدينا حتى كيطلع لنا البيض مع السكر لمده ما كتقلش على 7 دقائق ضروري، حتى كيولي تيضاعف الحجم وكيولي داك الخليط عندنا على شكل رغوه وبيض، باش كيجينا الكيك مفشفش من الداخل وغزال ما كيطيحش لينا في الفران. هذه سر من الاسرار ديال باش يجينا الكيك ناجح 100%. الخليط ديال البيض والسكر مع قبيصه الملحه من بعد ما طربناها في مده ما كتقلش على 7 دقائق، شوفوا معايا كيفاش صبح متجانس وبيض وضاعف الحجم ديالو. كنضيفوا داك القشور ديال الحامضه اللي عندنا، وكنضيفوا مربى ديال المشمش، حنا كنخلطوا بشويه بشويه، كندخلوها بشويه بشويه. كنضيفوا كذلك داك نص كويس ديال الماء اللي عندنا مع نصف كاس ديال الحامض، هي في المجموع كاس ما بين الحامض والماء، وكنخلط شويه، كندخل جميع العناصر غير بشويه كنخلط. وانا كنضيف زيت المائده غير بشويه هكذا على شكل خويط كما كتلاحظوا، وكنخلط كذلك على هذا الشكل. كيتجانس ليا الخليط، وكنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه، كنضيف الدقيق على هذا الشكل وانا كنحرك بشويه بشويه. 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق او 250 غرام ديال الدقيق، تبعوا غير المراحل بالضبط
وكنخدمو مزيان الدقيق حتى كيتجانس باش كتجينا الكيك كتجينا خفيفه ومهويه من الداخل. تبعوا معايا المراحل وغتنجح معاكم ان شاء الله، وما غاديش تنزل لكم في الفران وغتجي زوينه وغتعجبكم تعجب وليداتكم باذن الله. كناخذوا المول اللي دهناه بشويه الزبده ودرناه رشيناه بدقيق الفرص باش ما يلصقش لينا، وكنخويو فيه بشويه الكيك ديالنا على هذا الشكل. شوفوا السمك اولا الخليط كيفاش السمك ديالو، يعني ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل، بين وبين، باش كيجيكم طالع الكيك وزويون ومهوي ومذهب ان شاء الله. انا غندخلو للفرن ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه ديالنا ان شاء الله ديال الكيك ديالنا اللي غيكون ناجح 100%. بعد ما خرجت الكيك ديال الحامض من الفران ودهنت الوجه ديالو بشويه ديال المربى ديال المشمش، شوفوا معايا كيك مبتسم تبارك الله. من الريحه ما نقولش لكم، رائحه طيبه كاينه في المطبخ. الا عجبكم الكيك ما تنساونيش بلايك، وما تنساوش تشجعوني وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. الوصفه غتوجدوها في القناه بصمه فارس لعشاق التنوع اللي فيها كل شيء. دخلوا للقناه غتلقاو هذه الوصفه خطوه بخطوه الكيك باش يجيكم طالع ويجيكم ناجح من اول تجربه. فيه بعض الاسرار كاينه في القناه. مرحبا بكم وبالصحه والراحه. دابا غنفتح معكم الكيك باش نشوفوا كيفاش كيجي الطريف ديال الكيك. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. شوفوا معايا مهوي غزال. شوفوا اللوين، المذاق هائل، الرائحه غزاله، البنه يا سلام، والشكل ديالو روعه روعه، مشبعوش منه. بالصحه والراحه.